ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قمنا بقى النهارده الصبح، ماما قالت يلا نخبز بقى الرقاق اللي انا كنت بقول لكم عليه ده، اللي كنت عامله فيه الرماسي السندوتشات السوري لما كانت رايحه الرحله. هو ده بقى العجين بتاعه. بيحطوا دقيق ولبن، ولو عندك حته قشطه تحطيها، وتحط شويه ملح، ولو بقى اللبن مش كتير او حاجه زودي بميه. لو كتير خلاص يبقى لبن بس وشويه قشطه، لبن حليب، لبن رايب. وتنهم بقى يعجنوا فيه كده، تعجني قوي زي ما احنا بنعجن الكيلو البيتزا او النص كيلو اللي احنا بنعجنه او القرص او كده. تنيكي تعجني بقى في العجينه لحد ما يبقاش فيها اي تشققات ولا اي حاجه، وتبقى ناعمه منك. وفي الاخر كده بقى بيحطوا سمنه، يعني بيحطوا حبه سمنه حلوين بقى، بصي يا دول. يعني يجي قد كوبايه ونص كده او كوبايتين سمنه، بيحطوهم كده بيسخنوهم على النار، مش تقدحيها قوي يعني، لا بيسخنيها بس كده. ويحطوها على النار، يلتوا بقى العجين كده. يلتوا بقى العجين لحد ما يبقاش فيه اي تشققات ولا اي تفتحات. يبقى هو بيحطوا الدقيق وشويه ملح ويعجنوا بلبن. وفي الاخر بقى بعد ما تلم العجينه معاكي زي ما احنا كنا بنعمل كده في القرص والحاجات دي، بنلم العجينه بالسمنه او بالزيت او كده. هما بقى بيلموا العجين ده بالسمنه في الاخر. اللي بص العجينه بدات تنعم وما بيبقاش فيها اي تشققات ولا اي حاجه، لازم تبقى ناعمه معاكي كده وكويسه. يسيبوها بقى تخمر، يعني ما فيش ربع ساعه، هي ما فيهاش خميره او حاجه، ترتاح بس كده. ونكورها بقى الكور الصغيره دي كده، بنقرصها كده التقريصه الصغيره دي. في ناس بتعمل الرقاق ده بالنشابه، ويبقى الرقاقه مدوره كبيره كده، يعني بص قد مدوره قد صينيه كبيره كده. ولو انت بقى مش بتقدري بقى، ممكن تعمليه بالمكنه كده زي ما احنا بنعمل، بس على حسب بقى الكره اللي انت بتعمليها دي بتبقى بالمكنه ولا بالايد. وراها كده بالراحه، حاول يبقى كله قد بعضه عشان يبقى بس معاك كله قد بعضه. هي مش مشكله يعني، بس عشان انت تبقي عارفه حجم المكنه بتاعتك قد ايه. في مكن رفيع شويه بتقرصيها انت صغيره شويه، وفي مكنه عريضه شويه فبتعرضيها عادي. انت بقى بتبقى عارفه المكن ده كنا جايبينه في ايام الجواز وكده. ده بقى عند ماما من زمان، المكنه دي من زمان بقى، من واحنا صغيرين. الرصه بقى كده، انا كنت عايزه اوريكي اللي هو المدور ده، بس احنا ما بقيناش بنعمله دلوقتي. ممكن نبقى نخليهم بعد كده، نبقى نعمل واحدتين او كده واوريك اللي هو المدور ده. عشان لو انت عايزه تعمليه مثلا، انت ممكن تعمليه على طاسه على النار. لو انت عندك العجينه بتاعه الكريب دي، الطاسه بتاعه الكريب دي الكبيره اللي هي اللي ملهاش حروف دي، تقدري تعمليها عليها. تصغري بقى العجينه انت زي ما احنا عاملينها كده، بس تعمليها بالنشابه بقى. دي بقى المكنه اللي بقول لك عليه. بنفردها بقى شويه صغيرين كده، وبعدين نحطها في المكنه. احنا بقى عندنا المطرحه دي اللي بنحط فيها في الفرن دي، اسمها مطرحه. بتشيلي بقى من المكنه دي كده، وتحطها على المطرحه دي، وتدخلها الفرن، تطلع بقى زي العيش اللي انا كنت موريهولك. لو انت بقى عاملاه مدور زي اللي بقولك عليه، يبقى عامل زي سندوتشات، زي العيش السوري بالظبط اللي انت بتجيبيه. هو بيخش في الفرن دقيقتين يعني، يا دوبك كده، وبيلفوه من هنا ومن هنا. بيطلع طري يعني وجميل يعني، بيطلع ممتاز. تاكلي بيه اي حاجه، جبنه، تاكلي بيه حاجه حادقه، حاجه حلوه، حاجه مسكره، معرفش ايه. بصي بتفرد بس الحبه دول كده، بالنشابه الحبه الصغيرين دول كده، وبعدين تحط في المكنه بقى كده على طول. المكنه لها درجات، انت بتعملي على حسب انت عايزاه رقيق قد ايه. عايزاه رقيق قوي، بتخلي الدرجه عاليه، ستة سبعة ما اعرفش ايه. انت بقى بتبقى قدامك وشايفه. عايزاه اتخن شويه، ممكن تعملي بالمكنه دي برضو القرص. بتعملي العجينه الصغيره، ودوبك بتخني بقى يعني بتخلي الارقام بتاعه المكنه دي صغيره، يعني تلاتة أربعة كده، عشان تطلع معاكي تخينه شويه زي القرص، عشان تبقى طبقتين كده وتبقى قابه في الفرن. بس برضو بتدخلها كده. يعني القرص تعملها بايديك او بالمكنه عادي. يطلع بقى كده، وبتغطيه بقى لما بتخلص. ما بتغطوش دلوقتي عشان ما يعرقش على بعضه. اما تخلصي بقى بتغطيه، وبعدين بقى تعملي بقى اي حاجه، سندوتشات زي ما احنا قلنا، اي حاجه بقى بتاكلوها كده. المهم بقى خلصنا، قلنا ننزل نعمل بقى الغدا بسرعه، عشان كنا هنعمل ايه من الحاجات اللي قدامكم دي بقى، انتوا تشوفوا هنعمل ايه. قرطت بقى بصله كده، شرايح كده. اول حاجه بعملها احنا هنعمل كشري. اول حاجه بعملها في الكشري ده البصل، علشان اخد من الزيت بتاعه اعمل به البصله دي. ما عجبتنيش، ما خدتهاش. علشان اعمل بالزيت بتاع البصل ده. عشان اعمل بالزيت بتاع البصل ده كل الاكل بقى، الرز والمكرونه والحاجات دي كلها والصلصه، باخد من الزيت ده احط. بتخلي بقى طعم الكشري كله ريحه البصل المقلي ده زي المحلات ما بتعمل بالظبط. قطعها كده شرايح زي ما قلت لك. لو انت عندك الفود بروسيسور اللي لها القطعه اللي هي بتبقى من قدام دي، اللي فيها التقطيع الجوليان ده، هتقطعيه بسرعه. ما فيهاش خلاص مش مشكله، بتقطعي بالسكينه كده عادي. قطعي رفيع كده، تحط عليه شويه ملح وتركنيه بس دقيقتين ثلاثه. ممكن تحطيه في الطاسه على طول، وممكن ترش عليه معلقه دقيق او معلقه نشا، مش فارقه. المهم انت بتقطعيه كده بس في الاول، وترش عليه بس ايه، زي نص معلقه ملح بس كده، ولا حاجه صغيره. وانت بتقلبيه كده، حاولي تفككيه من بعضه عشان يبقى الشرايح رفيعه، يبقى مقرمشه معاكي. وكل ما كانت الشرايح بتاع البصل رفيعه، كل ما قرمشت معاكي. وبعدين ما تخليش زيت قليل في الطاسه، خلي زيت حبه حلوين كده، وخلي الزيت سخن زي ما بتقلي بطاطس كده، ما تخلوش زيت قليل قوي.
هنا بقى يا دوبك عمال ما فككته من بعض وحطيت له معلقه نشا صغيره. مش عايزه تحطها بلاش، هو كده كده بيقرمش من معلقه الملح دي اللي انت حطاها. ولما تقلي بقى اهم حاجه زي ما احنا متعودين هنطلع على ايه، على مصفى. انا بقى شفت الزيت سخن ولا لا، كده لازم تحط يبقى سخن كده، ما ينفعش يبقى اقل من كده عشان البصل ما يطراش معاكي. هتعمليه اول حاجه وهيفضل لحد ما تيجي تغرفي الاكل يبقى مقرمش معاكي وتحفه. اهم حاجه زي ما بقول لك الزيت كده ويبقى سخن زي ما انت شايف، ما تقعديش تقلبي فيه. هنا بقى كانت ماما طبعا جايبه كيلو العدس بجيبها، هي بتسلقه كله على بعضه بلته. مش بتسلقه قوي بقى لان هي كانت بلاه شويه حلوين يعني، فبتسلقه يعني يا دوبك بس يغلي، يا دوبك الميه بس تغلي كده، وبعدين بتشيله بقى في مصفى وتحطه في الفريزر بقى في اكياس كده على قد الاكله. هنا بقى كنت بسلق المكرونه، عملت شويه الخواتم دي، وعملت شويه اسباجيتي. الانواع بقى اللي انت بتحبيها، المقصوصه الصغيره، الانواع اللي انت بتحبيها بس بس هي دي اللي بتبقى في المكرونه، يعني المكرونه المقصوصه دي والاسباجيتي. لو انت بقى بتحب انواع تانية عادي براحتك. كنت شلت بقى العدس بيجيب بقى كده، صفيته في مصفى عشان لما يبرد احطه في الفريزر زي ما بقولك. حطيت بس معلقتين زيت كده في الحله عشان بس المكرونه الاسباجيتي. هنا الزيت البصل بص ما جيتش جنبه لما حسيت ان الحروف بتاعته بدات تلون برضه عشان برضه ما يطراش منك. هنا بقى كان خد بقى اللون، طلعي بقى هاتي بقى مصفى وطلعي لي. على فكره هي الكاميرا بتغمق لك سنه، يعني انا الحاجه دايما لما بطلعها بتبقى افتح من اللون اللي ببقى شايفاه ده، فهي بتبقى مغمقه لك شويه. طلعي بقى كده على مصفى، ما تطلعيش على المناديل قلنا عشان المناديل بتخلي الحاجه تطرى. هتسيبيه في المصفى كده وانت بقى تستعملي الزيت اللي انت بتاخديه ده. انا سبت بقى الزيت جنبي هنا علشان احط منه كنت هعمل بقى هنا الرز. انا مش بعمله بصي ولا في حله واحده ولا في حله كتير، انا بعمل ايه، وسط كده يعني في حله واحده. هما بيعملوا كله وفي الاخر برضو بيحطوا المكرونه كده على وشه نيه، كله بيسوي في حله واحده. فانا بعمل نص ونص ولا من، انا كنت الاول بعمل الشعريه في حله لوحدها، العدس بجيبها في حله لوحدها. انا كده كده العدس بجيبها لو مش لو مسلوق عندي ما بستعملش بقى حاجه، بطلعه بس كده يفك شويه واحطه فوق الرز وخلاص. فانا عملت هنا على نصين، نص بس الحله دي فيها الرز وكل حاجه والشعريه، حمرت كده شويه شعريه في الاول حلوين، والحله التانية اللي فيها المكرونه. هنا بقى غسلت شويه عدس اصفر مع الرز وبقلبهم كده مع الشعريه، ان الرز الشعريه حمراها حلو وخلي الشعريه بقى اكبر من العادي شويه. انا كنت شايله شويه شعريه كنت حاسه ان هم كتير، رجعت حطيتهم تاني. انت عادي لو حاجه زادت من دي منك عادي بتشيليها تحطها في التلاجة وتستعمليها. هنا بقى جبت شويه عدس من اللي احنا كنا خلاص السلق وربع سلقه بس، حاجه بسيطه بس عشان ما يتهريش منك في الرز. وشوحي بقى كده وحطوا له الملح بتاعه وبص يعني زي ربع معلقه كمون كده عشان البقوليات اللي فيه، العدس بالجبه والعدس الاصفر والحاجات دي. يبقى احنا حطينا الاول الشعريه حمراها كويس، ونزيلي بقى عليها بالرز الابيض اللي انت غسلاه مع العدس الاصفر، ونزيل عليه بقى بالعدس اللي هو العدس اللي بالجبه ده اللي انت سلقاه او بلاه بس او كده. لو انت بلاه كتير يعني من بالليل او حاجه ما تبقيش تستوي، كده كده هيستوي. احنا كنا بنينه شويه فحطيته بس على النار مفيش 5 دقايق يا دوبك الميه غليت بيه. شلته صفيته في مصفى زي ما انت شفتي، وبعدين لما بشوح الرز كده بحطه معاه. إيه لو انت عايز تحط العدس الاول عشان الميه تغمق، هو كده كده هيغمق معاكي. وحط له بقى ميه مغليه كده، بصي ما تكتريش الميه قوي يعني، بصي الميه اللي انت بتحطيها للرز كل يوم قلليها سنه عن المعتاد، لان انت يعني العدس يعتبر مسلوق، العدس الاصفر مش بياخد ميه كتير، والشعريه هكذا. فانت قللي سنه عن المعتاد بتاعك عشان يطلع مفلفل معاكي. قللي بس سنه صغيره كده، احنا المفروض بيبقى يعني اعلى منه عقله صباع، لا يا دوبك خليه بس مغطيه بس كده. خليه مغطيه بس كده وغطي، ولما يغلي برضه وطي عليه سنه صغيره. ما تستقليش الميه عشان يطلع مفرفر معاكي، مفلفل مش مفرفر، مفلفل معاكي. هنا بقى كنت هعمل الصلصه، حطيت حته توم كده. واحط بقى الصلصه العاديه بتاعه الكشري، توم وصلصه وخلاص. وبعدين انت بتحط لها بقى شويه كمون وكزبره وشويه ملح وخلاص، الصلصه العاديه. استني بس لما التومه تتشوح معاكي، ما تخليهاش الحته السمراء اللي فيها دي نازله من البصل مش من التومه ولا حاجه، ما اتحرقتش ولا حاجه. ممكن تبقى انت تصفي قوي يعني، كنت بصفي بالمصفى الكبيره دي فنزلت حتت بقى خلاص مش مشكله. كنت اقول لك اللهم صل على النبي. انا حطيت واحده مرقه دجاج، مش عايزه تحطيها عادي بالطعم بس الاكل مش اكتر. بس كده انزلي بقى بالصلصه عليها وحط شويه الملح بتاعك وشويه الكمون. دي طماطم كانت متسبكه، لو انت بقى لسه هتسبكيها عادي هتسيبها تاخد وقتها عادي. الطماطم كده كده كانت ماما مسبكاها فحطيت منها بقى يعني ايه اختصارا للوقت، لان احنا كنا ايه اتاخرنا. الفلفل الاسود حبه صغيرين، هو الكشري حبه كمون حبه كمون وحبه فلفل صغيرين وحبه كزبره. بس لو انت الطماطم بتاعتك حاسه ان هي لونها مش كده، حط لها معلقه صلصه معلقه بابريكا كده. انا هي كانت كويسه فما حطيتش حاجه، حطيت بقى شويه ملح، حسيت ان الملح خد بالك اللي هو ده بتاع البرطمانات ده ما بيملحش قوي زي الملح العادي عشان تبقى عارفه يعني وانت بتحطيه. ده بعد ما باخد بس مغرفتين كده صلصه. احنا من العيال مش بيحبوا المكرونه نحطها على الكشري بيضه، احنا عادي بنحبها بيضه بس هم مش بيحبوها على الكشري بيضه. فانا باخد كده واحط المكرونه خلاص تبقى لونها زي بينك كده، واحطها. ما احنا كده كده هنحط صلصه بس بيشوفوها من تحتها لونها ابيض يقول لك لا انت كده كده مش محمرها، فبحطها بقى وخلاص كأن انا حطيت عليها صلصه. حاجه بس بسيطه كده، مش زي المكرونه يعني، مش حمرا قوي زي المكرونه اللي احنا بنبقى بناكلها يعني، زي لونها بينك كده.
قلبتها كده. انا كده كده حاطه الصلصه دي كل توابلها، الملح والفلفل والكمون والحاجات دي. هنا بقى كانت خلاص بتغلي كده، والمكرونه هوطي عليها وكده، ووطي عليها. هنا بقى الدقه ممكن تعمليها على السخن، ممكن تعمليها على بارد. يعني ممكن اللي انا بعمله ده كله تاخديه على على النار وتعمليه. حطيت شويه توم، عصرت ليمونه، احط شويه خل. الدقه العاديه اللي هي توم وخل وليمون وشويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره. ده بابريكا علشان لونها بس. زي ما بقول احنا اكترية الحاجات كده احنا بنحب لونها احمر، مش احمر قوي يعني، مبتبقاش لونها احمر قوي، بس احنا بس كده. وتحط بقى كوبايه ميه او كده. عايزه انت بقى تاخدي ده كله وتحطيه على النار، خدي. عايزه تشوحي التومه الاول وبعدين تحطي عليها الحاجه دي على النار، براحتك. بس هي بتاعت المحلات بتبقى على البارد. حط توم، معصوره ليمونه وشويه خل، وحط ملح وكمون. هو ده اساسها، مش عايز تحط حاجه تاني بقى ما تحطيش. هنا بقى كان في كيس كفته كده في الفريزر، قلت احمره لهم معاهم. سرقت برضو بيضتين تلاتة للي عاوز. احنا كنا هنعمل فراخ، قالوا لا احنا كنا لسه واكلين الفراخ مش عاوزين فراخ معاه. فقلنا خلاص، كان في الكيس ده موجود، قلت خلاص هحمره لهم كده مع مع البيضتين تلاتة للي عاوز ياكل، اللي هي الجاهزة دي كانت موجودة يعني بالمرة، قلت اعملها له. مرة كده مش تاخد وقت برضو، ومش زيت كتير أوي ولا كتير أوي ولا قليل أوي. يعني هو بتاع انت شايفاه مستواه قد ايه، مش كتير أوي ولا قليل أوي. بس كده بقى كنا خلصنا. بقى تيجي تغرفي، شوف بقى الرز بقى مفلفل ازاي. لو انت كنت زودت ميه زي ما بتزودي، وشوفي لونه برضه، انا بوريكي لونه مغمق زي ما انت بتبقى عايزاه. ما تقوليش ان انا عايزه لازم احط العدس بجبه في ميه الاول معاها عشان يغمقوا، لا. هتحطي كده زي ما احنا عملنا، وتقللي الميه سنه. بقول لك البصل مقرمش لحد ما جينا نغرف الاكل. احنا طبعا عملنا البصل زي ما انت شفت اول حاجه عشان ناخد منه الزيت. هنا بقى المفروض بحط بقى شويه صلصه على الوش. مش عارفه انا احطهم في الاخر، تقريبا احطهم في الاخر. بس مش بكتر قوي بقى، لان انا حاطه كده كده المكرونه زي ما قلنا سلطه صلصه. هي المفروض يعني حلاوتها والمكرونه بيضه، بس هم اللي ما بيحبوش بقى، ما برضاش اعمل نوع. بقول خلاص انا ما حطيت لهم، هحط كله بقى وخلاص. ايه شويه كده كله بتقبلها يعني. غير بقى كده، بصي عندك الاطباق اللي هي اللي هي الفويل الصغيره بتاعت المحلات دي، تقدري تجيبها، هي مش غاليه على فكره. تقدري تجيبها وتخليها عندك، ومش لازم برضو كل مره ترميها. انت ممكن تغسليها عادي مرتين ثلاثه وتستعمليها. اه زي ما بقولك، حطيت بقى شويه صلصه صغيرين، ما كترتش، لان انا حاطه المكرونه صلصه. وهاخد برضو في اطباق صلصه برضو بره. احنا مش بنحط اللي هي بتاعت الشطه دي، مش بنحب الشطه عشان العيال وكده الصغيرين. واحط بقى الدقه كده في طبقين، احط الصلصه في طبقين. ايه البطاطس، احط بقى شيبسي لو عندك. حطيت الكفته دي. وكنت انا سلقت بيض بس ما كنتش عارفه لسه حطيته ولا ايه، مش فاكره. وصفه بقى تغيير شويه، بدل شويه رز بدل شويه المكرونه، ده احنا عملناهم مع بعض وما خدش وقت على فكره. انت بتعملي الخطوه بتاعه الرز اللي بتعمليه في حله واحده كله على بعضه، ده ممتاز. لو انت بتحب المكرونه برضو يعني، انت بصي بعد ما سقتيه ميه وعايزه تحطي المكرونه معاه، بزود الميه سنه صغيره وحط المكرونه كده على وشه وتستوي معاكي. هتستوي معاك، هتيجي في الاخر هتقلبيه، ما تقلبيهاش انت، سيبها بس على الوش كده، هتستوي مع البخار. وفي الاخر قلبيها، هتبقى كلها في حله واحده. انا بس اختصرت، حطيت المكرونه بس سلقتها مش اكتر. يعني كده لا عملت في حلل كتير ولا عملت في حله واحده، انا وسطنتهولك اهو. الف هنا بقى وشوفها الطريقه اللي تعجبك، جربيها واعمليها بقى والف هنا وشفا.